نسجل إلى المنظمات الدولية والأمم المتحدة بشأن الوضع الإنساني للأطفال في مدينة كوباني المحاصرة. تتعرض مدينة كوباني منذ عدة أيام إلى حصار خانق أدى إلى قطع الإمدادات الغذائية والدوائية ومواد التدفئة وانقطاع الكهرباء والمياه في ظل ظروف مناخية شديدة البرودة، مما عرض حياة مئات الآلاف من المدنيين للخطر، بينهم عدد كبير من الأطفال. وقد أسفر هذا الوضع عن وفاة 5 أطفال بينهم رضع وخدج نتيجة توقف أجهزة الأكسجين وخروج الحاضنات الطبية عن الخدمة بسبب انقطاع الكهرباء ونفاذ الوقود. إن هذه الوقائع تشكل تهديداً مباشراً لحق الأطفال في الحياة والبقاء والنمو المكفول بموجب اتفاقية حقوق الطفل، ولا سيما المواد 6 24 27، كما تمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر تجويع المدنيين ويلزم أطراف النزاع بضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عرقلة وفقاً للمادتين 23 و 59 من اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول. كما إن منع دخول الإمدادات الطبية الأساسية بما في ذلك حليب الأطفال، الأدوية المنقذة للحياة والوقود، حرمان متعمد من الرعاية الطبية، وهو فعل محظور بموجب القانون الدولي وقد يرقى إلى معاملة لا إنسانية بحق فئة محمية. استناداً إلى هذه الالتزامات القانونية نلتمس منكم ما يلي: التدخل العاجل لفتح ممر إنساني آمن بموجب الولايات الممنوحة للمنظمات الدولية. نطلب اتخاذ إجراءات فورية لضمان مرور المساعدات الغذائية والطبية والوقود إلى داخل المدينة دون تأخير أو عرقلة. ثانياً، إرسال بعثة تقييم إنساني مستقلة لرصد الوضع الميداني وتوثيق الانتهاكات المحتملة وتحديد الاحتياجات العاجلة للأطفال والرضع والخدج. ثالثاً، ضمان حماية المرافق الصحية بما يشمل دعم إعادة تشغيل الحاضنات وأجهزة الأكسجين وتوفير الوقود والمولدات ومنع أي استهداف أو تعطيل للمؤسسات الطبية. رابعاً، تفعيل آليات المساءلة الدولية عبر إحالة الوضع إلى المقررين الخاصين المعنيين: الحق في الصحة، حقوق الطفل، الوضع الإنساني، وإشعار مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بضرورة متابعة الانتهاكات التي تهدد حياة الأطفال. خامساً، توفير دعم فوري للأسر المتضررة من خلال برامج الطوارئ الخاصة بالأطفال بما في ذلك التغذية العلاجية، الرعاية الصحية الأولية، والدعم النفسي الاجتماعي. إن استمرار الحصار في ظل الظروف المناخية القاسية يعرض الأطفال لخطر وشيك ويستدعي تدخلاً دولياً فورياً لمنع المزيد من الوفيات. إن حماية الأطفال ليس التزاماً أخلاقياً فحسب، بل واجب قانوني دولي لا يجوز التهاون فيه. مجلس حماية حقوق الطفل في مقاطعة الجزيرة 25/1/2026.